شوف مصري بقى اتقبض عليه في مطار السويد في قضية تهريب. يا صديقي للأسف لأول مرة هعرض لك مصري مهرب وكمان اتقبض عليه في مطار السويد. تعال نشوف المصريين بيهربوا معاهم ايه في شنطهم وهم خارجين من مصر، وتعليقي في آخر الفيديو. تفضل. مرحبا. أهلا. ما البلد الذي أتيت منه قبل اسطنبول؟ قبل اسطنبول؟ نعم. مصر. مصر، جيد. نعم. لنتفقد أمتعتك. لا كم بأس. طالت مدة سفرك؟ أسبوعين. جيد، ضعها هنا. كل الأمتعة؟ نعم رجاء. ها هي. يحمل هذا الرجل أمتعة كثيرة وقد تحتوي على مواد محظورة. علينا أن نفتح كل حقائبك. أنت تحمل أطعمة وأدوية وكل أنواع المحظورات. لما كل هذا؟ ما هذا؟ أهو لحم؟ إنه لحم دجاج. لحم دجاج إذن. لنرى. تأكد بنفسك. أرني هذا. أهذا دجاج كذلك؟ لا، إنه أرز. وماذا غير الأرز؟ هذا أرز مع الحليب. حليب. هذا ما يسمى. زبدة؟ نعم، زبدة. جيد. هذا دجاج. دجاج. وهذا دجاج كذلك؟ إنه دجاج أيضا. حاول تخزينها بطريقة معينة كي لا تضبط خلال الفحص. ولكن من الواضح أنه قد فشل في ذلك الأمر. ركزوا معايا في المشهد بتفاصيله. ايه اللي خلى الامن في مطار السويد يوقف اخونا المصري؟ هل كان بيهرب ذهب؟ هل كان بيهرب مخدرات؟ الحقيقه ان هم وقفوه علشان شنطته مليانه خير بلده، مليانه حنيه وشوق لارض الخير. مصري وهو مسافر ما بيفكرش انه ياخد معاه حاجه غير ريحه مصر وطعمها، ياخد معاه الاكل اللي رباه، الاكل اللي بيدفيه في غربته. الراجل ده مش بيهرب حاجه تضر، بيهرب لحمه وفراخ ورز باللبن. ده رز معمر فعلا بيعمر. ده الفرق بين اللي بنشوفه في الدراما وبين حقيقه المصري اللي طول عمره بيسافر هو شايل شنطه الخير والكرم. مشهد بسيط جدا بس هي دي الحقيقه اللي لازم توصل للدنيا كلها. المصري بيسافر بقلب سليم وعقل ما بيفكرش غير في لقمه العيش، وشنطته مليانه خير لو معهوش جنيه في جيبه. وده اللي بنحاول نوصله وهنفضل نوصله، ان الواقع غير افلامكم ومسلسلاتكم. الواقع بالبساطه اللي انتوا شايفينها دي. شاركوا الفيديو ده وخلي الصوره الحقيقيه للمصري بطيبته وجدعنته وكرمه توصل لكل الناس. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.